قالوا لي على لو جاز ديالو ديال البارح ما عندها حتى علاقه مع المسار. على هادشي كنضحك. واحد المره في الندوه الصحفيه هضرت على شي حاجه باغيين يخرجوها على بلاد اخر. يفو اريتي ان بو لي بوليميك. المغاربه يديروا النيه. Nous, l'état d'esprit, c'est de jouer le match. C'est-à-dire qu'on va livrer le match, ne pas avoir de regrets. Donc, ça risque d'être un match assez ouvert demain. والدراري كيتادابطاو. سي ان ستيل دو جو اللي ملي كتفرج في لا كوب دافريك اللي في شكل مرة عندك ان ريتم الفي، كتشوف جوج فراقي فيزيكمون مزيانين و دو طون زون طون يا دي زاري بحال اللي كيستوبيو. مي يفو ابسوليومون ريسبكتي لادفيرسير ونحترموهم باش نديرو ان بون ريزولتا غدا ان شاء الله. ان شاء الله نوصير الى افيك نو، اون كونطون كي سو افيك نو. النهار اللي غنحتاجو، النهار اللي ما غاديش نحتاجو. غدا غيلعب المنتخب ديالنا المغربي ضد كونغو الديمقراطيه كثاني ماتش لينا في كاس افريقيا. كونغو الديمقراطيه اللي كان اخر منتخب افريقي واجهناه قبل نمشيو لكاس العالم ونحققوا الحلم او نوصل نصف النهائي في المنافسه. فما تنساوش لعبنا معاهم التصفيات. لذلك فراه الكونغو الديمقراطيه لا علاقه لها مع تنزانيا، فراه منتخب قوى باضعاف. كمثال ترتيب تنزانيا حسب الفيفا هو ال 121 بينما ديال الكونغو الديمقراطيه هو 67. شفتوا شحال بيناتهم؟ حيت راه الكونغو الديمقراطيه منتخب كبر وفيه نجوم كثر بحال باكامبو ولا ويسا لاعب ديال برينتفورد. في هذا الفيديو نحاولوا نديروا التحليل لهذا المنتخب، نلخص لكم الندوه الصحفيه ديال الركراكي، نحاول نطرح لكم التشكيلات بجوج ديالنا وديالهم اللي غنلعبوا بهم، ونعطيكم التوقع الشخصي للمباراه. يعني في هذا الفيديو غتاخذوا كل شيء عاد باش الاخبار الاخيره ديال المنتخب الوطني. في المقابل حاجه وحده، شي لايك وشي كومونتير زوين ونخليكم مع ونكسبت اللي كتعتبر واحده من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفروق ديالك المفضله. هو ضروري ما تركزوا على ثلاثه الحوايج. اول حاجه وضروري مهمه، ضروري تكون فيه 18 عام. ثاني حاجه اللينك كيخدم في المغرب. وثالث حاجه ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي فر 11 باش يعطيك $130. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. كالعاده نبداو باننا نشوفوا السيتواسيون الحاليه ديال المنتخب ديالنا الوطني. خلينا في ان المنتخب ديالنا كان ربح تنزانيا 3-0 فين خرج لهم واحد الحمراء الى اخره، امر اللي جعلنا المنتخب العربي الوحيد اللي كيحقق فوز في الجوله الاولى، واللي باقي لحد الساعه حتى شي منتخب عربي بدايه الجوله الثانيه ما حقق فوز. لا مصر لا الجزائر لا موريتانيا لا تونس حاليا اللي لعبه. ضفنا ان الاحتفاليه ديال الاناحي كان خلقت ضجه كبيره اللي ما نوجهوش المدرب تنزانيا واش المصر بقى سؤال مفتوح. تما فين خرج وليد الركراكي وسط التدريبات مورا الماتش ديال تنزانيا قال لهم انا الاحتفاليه ما كانت موجهه لحتى شي واحد باش يبرد الاجواء وحيد الدراما اللي كاينه في القضيه. عز الدين قالوا لي على لو جاز ديالو ديال البارح ما عندها حتى علاقه مع المسار. على هادشي كنضحك. ورجع التركيز ديال المنتخب ديال اناحي الكره وماشي شي حاجه اخرى. فين كانت مبادره من اناحي باش يبرد الاجواء. فين لاح واحد ستوري نهار كانت لعبه مصر وغانا كيتفرج في المنتخب المصري وكيساندهم على حسب لي زوموجي اللي دار. راه نكون حطيت لكم ستوري هنا. هادشي فيما يخص المباراه السابقه، حيت انا واحد الحدث اللي صدم البعض هو ان مدرب تنزانيا من بعد ما خرج من هذيك الاذاعه الجزائريه وقام بدوك التصريحات ديال ان المنتخب المغربي كيعطيوه الماتشات كيقدوا ليه الوقت ما كيفيدوه كيجيو لصالحه. هم الان يفرضوا انفسهم، الحاكم ايضا يفرضوا هما يختاروهم. لهذا راح تلعب يعني ضد منتخب كبير وتلعب ضد امور اخرى. ما كان حتى شي دليل على هاد الهضره هادي وما كايناش اصلا. تم المعاقبه ديالو بانهم استبعدوه وعطوه غرامه ديال $10,000 بالاضافه لانهم حطوا مدرب اخر للمنتخب التنزاني اللي شنو سميتو موروكو. قلت لهم مدرب سميتو موراكو مغربي وتعاقب. لذلك الا بغيتي تقول شي حاجه فتبازا على ادله وبراهين وتاكد من هضرتك وقد بها. دابا ندوزو للمنتخب كونغو الديمقراطيه اللي كان لعب الماتش الاول ضد زامبيا وسلم معاهم 1-1. واخا 1-1 راه يبان لك التعادل، فرا النتيجه ما كتعكسش كاع الماتش اللي كان. فرا شوف على الاحصائيات في الماتش الكونغو استدات 26 مره بينما زامبيا استدات 3 المرات والنتيجه 1-1. يعني كونغو كتوصل وبكثره. عاد باش شفتي البيوت اللي تماركاو راه البيت ديال زامبيا جاب خطا من الكارديان خرج ما قدرش يرجع وما يماركيوها بتوش، عكس البيت ديال الكونغو اللي تلعب من الجنب تحت باس وماركاو. عاد باش راه وصلوا بزاف المرات وكانوا كيستاهلوا يربحوا. كل ما نشوفوا الندوه ديال الناخب الوطني وليد الركراكي ونحلوا المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه اجي نشوفوا كيفاش تاهل هذا المنتخب، يعني كيفاش وصل لانه يشارك في لاكوب دافريك، كيفاش كانوا الاقصائيات ديالو. الكونغو الديمقراطيه تصدرت المجموعه ديالها في الاقصائيات اللي كتقدم موريتانيا الغابون والسودان، يعني داو بلاصه الغابون وقساوه وتصدروا المجموعه ديالهم. كانوا بداو التصفيات بطريقه كارثيه، خسروا جوج ماتشات الاولين ولكن تداركوا الموقف وعوضوا داك الشيء كامل. دابا على المواجهات ما بين المنتخب الوطني ديالنا والكونغو فيس تو فيس، اي وجها لوجه. في 2017 المنتخب الوطني غيلعب مع الكونغو الديمقراطيه في الماتش الاول ديال المجموعه ديالنا. في ديك الوقيته كان المدرب هو فيرونار. في الماتش الاول غنخسروه ب1-0 ضدهم، فين كانوا هما اللي تصدروا المجموعه وحنا جينا الثانيين ديالها. هذيك هي النسخه اللي غنتقصاو فيها مع مصر اللي عقلتوا بهدف ديال الكهرباء. على اي 2017 ربحونا 1-0. في 2020 لعبوا واحد الماتش ودي بيننا وبيناتهم غيسالي 1-1. وفي 2022 طحنا معاهم
في اقصائيات كاس العالم، فين فلالي درنا معهم 1-1 ولكن في الروتور في المغرب درنا معهم 4-1 ومشينا حنا نشاركوا في كاس العالم وهما لا كانوا غيمشيو بلاصتنا يطيحوا في الجروب مع بلجيكا كرواتيا وكندا. لا لاحظتوا كونغو الديمقراطيه ديما كاع الماتشات كيماركوا علينا بيت. 2017 1-0، 2020 1-1، 2022 1-1 ومن بعد 4-1. ولكن كنبغي نذكر ونقول فحال طنزانيا الماتش ديال غدا هاكو عنده حتى شي علاقه بضربات المواجهات اللي قلت لكم. ماتش مختلف، الظروف مختلفه، عندنا كتيبه اخرى عندهم كتيبه اخرى، هما جايين من ماتش متعادلين وكانوا كيستاهلوا الفوز فيه، عارفين الا ما جابوش معنا شي نقطه غتكون صعيبه عليهم في الماتش الجاي. زيد على ان الحراره والجو وتا ان الكونغو كتعرف تلعب. شوف طنزانيا في الماتش ضدنا راه ما تيرات عندنا حتى شي مره، بونو ما عقلتش عليه صد شي تيريه ولا كذا. الكونغو الديمقراطيه غاتوصل وغتيري وغيحتاج بونو يصد. كيما شفتوا راه هذه الدات الثانيه من كاس افريقيا في المنتخبات العربيه عاوتاني كتعثر، لا مصر لا الجزائر لا موريتانيا لا تونس. اللي هاد المنتخبات كامله حطوا راسهم في خطر انهم يولوا لاعبين على المركز الثالث ويدوزوا كافضل ثالث. نتمنوا حنا غدا بالماتش الثاني ديالنا نكونوا ديجا ضمن التاهل، وعلاش لا الصداره ديال المجموعه، بما ان المنتخبات العربيه تحطوا في مراكز اخرين. يعني ماشي بحال داك التصور اللي كان عندنا، فراه مفاجاه كبيره. وكيف ما قال المدرب ديالنا وليد الركراكي اللي احنا غنلخصوا الندوه ديالو دابا، فراه خصك تحتاط من الفهود، والكونغو الديمقراطيه هو منتخب الفهود. خليكم مع اللقطه اللي قال. Voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas un léopard, il va se faire manger. Donc voilà, la stratégie c'est de pas se faire manger. C'est tout. اجي نشوفوا دابا شنو قال المدرب ديالنا في لا كونفيرونس دو بريس اللي خصها لكم كامله في دقائق قليل. الركراكي غيقول في الندوه ان السوشيال ميديا بالنسبه ليه شي حاجه مهمه وناحي لاعب مهم. Les réseaux sociaux où la communication elle est importante بالنسبه لي وناحي كيبقى un joueur important لينا. ما بغيناش هاد لا بوليميك تبرستو بحال اللي كنقول تخرج ديريكت بلا ما تستنى بلا ما تخليها وتفيها، واي واحد يبقى كونسونطري اما على البلاد ديالو اما مع الكره ديالو. داكشي علاش خاصو يبقى مركز على المنافسه فين ما بغى حتى شي حاجه تبرزطو. داكشي علاش خرج بداك الفيديو التمرينات ديال المنتخب كيقول فيه وكيحيد الدراما على القضيه مع مصر. خليكم معاه. عز الدين قالوا لي على لو جاز ديالو ديال البارح ما عندها حتى علاقه مع المسار، على هادشي كنضحك. يعني داك الفيديو خرج به باش يحيد على وناحي داك الصداع وداك الضجيج والروينه. زاد قال انا وغنلعبوا المنتخب في ظروف صعيبه، ولكن هذا ماشي عذر، حيت خاصنا نحترموا الخصم. هذه المرحله الاولى من البطوله فين غتبدا المرحله الثانيه ديال الاقصائيات كيف ما شفنا في كاس العالم. مي دابا خاص التركيز كامل على هذا الماتش. سي با اون اكسكوز، حنا خصنا نبقاو كونسونطريو. اللي بغينا واللي كيامنا ان شاء الله هي لا كاليفيكاسيون باش ندوزو لا دوزيام بارتي دو تورنوا اللي غيكون ان تورنوا اخر. قال ان الشيبي لاعب اللي دخل بعد عطيه الله ومزراوي واللي لعب في بوست ماشي ديالو قدم اداء واعر مع طنزانيا، لاعب اللي لعب في بزاف الفرق في البطوله وكيلعب في بيراميدز المصري. الركراكي قال انه فرحان بزاف بالاداء ديالو في الماتش ديال طنزانيا، ما خيبش الظن ديالو نظرا للمستوى اللي كان ديجا قدمه في البطوله في نادي بيراميدز. فالشيبي لاعب مجتهد، فين عندنا عطيه الله اللي غيكون جاهز ومزراوي اللي نتسناو مورا الماتش الثالث هو يقول هذا. بحال اللي قلت الشيبي سا ايتي une très bonne surprise. راني فرحان باسكو comme j'ai dit il m'a pas trompé sur ce que j'avais vu بعدا ملي كان كيلعب في البطوله. on a des bons latéraux, on verra شكون اللي غيبدا غدا. اللي كيامني هي اللي غيدخل خصو يكون 100%. من بعد الصحفيين غيسولوه انهم بغاو يفيلميو المنتخب الوطني واخا 15 دقيقه ضربوا الطريق طويله. قال لهم ديروا المنتخب بحال المراه، خاصكم توحشوا باش يعز عليكم كذا. خليكم على اللقطه كاع. شفتي يا اسامه بحال في الحب ملي كتشوف المراه كل نهار ماشي مزيان، مرة تخليها شي يومين ولا 3 ايام باش ملي تجي كتفرح تشوفها. ضاف ان كاس افريقيا كتفكرك بالحقيقه. هادشي اللي كيحاول يوصل ديما اللاعبين، عندكم من الثقه الزايده. ضد طنزانيا كنا نقدروا نساليو الماتش بزاف البيوت كيف ما كنا نقدروا نساليو ب1-0. اللي مهم هو الرباح وتخرج باقل خسارات، حتى شي واحد مصاب حتى شي واحد كذا. زاد قال ان مزراوي ان شاء الله غيكون حاضر من الماتش الثالث اي من زامبيا الفوق، مي كنامنوا اننا نقدروا نتاهلوا من الماتش ديال غدا ضد كونغو الديمقراطيه باش نعطيو الفرصه والوقت فين يكون جاهز الماتشات الجايين ان شاء الله. على ناصر pour être encore plus clair puisque la dernière fois هضرت عليه لا بليسيور اللي كان عنده وقلت لكم جو في اسومي ما ديسيزيون. واحد اللي غنهزوا الوقت معاه يقدر يكون في لو ترويزيام ماتش. الحق اون في تو بور نو با افوار بوزوان دو لوي. حنا بغينا يطلع اون بويسونس لوجيكمون كنامنوا في ريوسنا ندوزو لي جروب. واختما بان عطيه الله وبوفال واجدين. مشيو دابا نحللوا منتخب كونغو الديمقراطيه او منتخب الفهود. المنتخب ديال كونغو الديمقراطيه عاده ما كيلعب 4-3-3، كيلعب نفس الخطه ديالنا. يعني تخيلوها غارديان 4 في الدفاع 3 الوسط و3 هجوم، يمكن الاجنحه يهبطوا الوسط يعني تولي 4-5-1. فين في حراسه المرمى عندهم ليونيل مباسينزاو لاعب ديال غودي اف اللي كيلعب في ليغ 2. مشيو الاظهره فين عندهم جيديون كالولو لاعب ديال لوريون وارتور ماسواكو لاعب ديال بيشيكتاش. لاحظتوا اللاعب ديالهم راه كاين فرق كبار ماشي بحال طنزانيا. مشيو دابا الوسط الدفاع فين عندهم تشانسن بيمبا لاعب ديال مارسي واللي كيلعب مع اوناحي، وفين السنتر باك او وسط الدفاع الاخر هو اللي فيه شك واش غيلعب اينونغامباكا لاعب ديال سيمبا ولا غيلعب بوشيري كيرانغل لاعب ديال هيبيرنيان في اسكتلندا. الماتش اللي فات لعب باكا. مشيو دابا لوسط الميدان فين عنده صامويل موتوسامي لاعب ديال نونت
واللي اكتيف غتشوفوه في الماتش. عنده كايل كاكوتا لاعب ديال امينز فرنسا حتى هو، لاحظتوا عنده بزاف لاعب ديال فرنسا. وزيد عليه تشارلز بيكي اللي كيلعب في سيري بي ديال الطليان. مشيو الاجنحه اللي تما يقدروا يهبطوا وسط الميدان. عنده تيو بوغوندا لاعب ديال سبارتاك موسكو. ومشيو النجم الاول واكبر واحد في المنتخب يواني ويسا لاعب ديال برينتفورد الدوري الانجليزي اللي هو اغلى قيمه في المنتخب. وفي التسعود ديالهم عندهم سيندريك باكامبو اللي ديجا كيلعب في مارسيل، لعب بزاف الفرق كبار بحال فياريال ومشى للصين واحد المده، مي حاليا كيف غالاتا سراي. دوك هادو هما اللعابه ديال الكونغو الديمقراطيه كيف ما لاحظتوا، اللعابه ال11 ايديال ديالهم. في المدرب ديالهم حتى هو ماشي غريب على المغرب اللي هو سيباستيان دو سابغ اللي كان مدرب الوداد في 2017 وبدا معاهم البطوله. الحاضر كل حاضر من ويسا لاعب ديال برينتفورد وباكامبو لاعب ديال غالاتا سراي. فرا المدرب ديال الكونغو قالها في الكونفيرونس ديالو، قال لهم ما نحتاطوش في هذا الماتش، غيكون ماتش محلول عامر هجومات وكونتر اتاك، ماشي بحال ديال تنزانيا عا كيطوعوا. هذا الماتش غيتبناو فيه هجومات وغيتلعبوا فيه كواري وغيوصلوا عند بونو كيف ما حنا غنوصلوا لعندهم، يعني غيكون كثر من بيت وعقلوا عليها. نخليكم على اللقطه. Nous, l'état d'esprit, c'est de jouer le match. C'est-à-dire qu'on va livrer le match, ne pas avoir de regrets. Donc, ça risque d'être un match assez ouvert demain. دوز دابا المنتخب الوطني ديالنا ونتوقع التشكيله ديالو. حارس مرمى غيكون هو ياسين بونو، اظهره غيكون هو اشرف حكيمي، وكنتوقع يرجع عطيه الله. في وسط الدفاع يعتمد على غانم سايس ونيف اكرد. وسط الميدان غيكون امرابط، عز الدين أناحي وسليم املاح. سليم املاح تم الانتقاد ديالو في الماتش ديال تنزانيا، ولكن راه الخدمه ديال املاح راه كدار بلا كوره، ينفو تحيدو غيبان لك الفرق، ما تعرف يقدر يجرب. وفي الاجنحه كنتوقع حاكم زياش بوفال بما انه رجع، والنصيري كراس حربه. دونك هذه التشكيله اللي كنتوقع واللي كنتمنى تعطينا الرباح. الا سولتي يعني نتوقع شنو غيوقع في الماتش، كنتوقع انه غيكون ماتش مفتوح، غيبان فيه العيا حيت غيكونوا بزاف الهجومات طلعوا هبوط ماشي بحال تنزانيا. نتمنوا نعرفوا نجيريو. وكنتوقع ان المنتخب ديال الكونغو الديمقراطي غيبني الهجمات ديالو على الاطراف، ديما كيدخلوا من الاطراف، اما كيحطوا باس ولا كيسونطريو. فين عندهم لعابه كيعرفوا يلعبوا. الا سولتي على نتيجه المباراه كنتوقع وكنتمنى اننا نربحوا. كنظن الماتش يكونوا في بيوتنا، نقدر نكون غلط، هذا توقع شخصي ما تعرف. نقول 4-2 بفوز المنتخب ديالنا الوطني على الكونغو الديمقراطيه. نتمنوا الجوج ما تكونش، علاش لا شي واحد ولا شي زيرو نتمناها. وانا اهم حاجه ناخذوا 3 نقاط كما قال وليد الركراكي، بالتالي ندمروا المورو ديالنا الكلي الدور المقبل. هذا ما كان في الفيديو ديالنا، نتمنى كون شرحت لكم وفهمتوا كاع داكشي دار بالمنتخب وهاد المباراه اللي هي اهم حاجه. وغدا علاش نتلاقاو في فيديو مورا ما تسالي المباراه مباشره، تسناو فيديو ضروري ما تسالي الماتش ساعه ونص ساعتين تلقاو فيديو في لاشين. تلاقاو تم، كان معكم فاروق لايف، تلاقاو فيديو جاي. تهلاو لي فراسكم. كتقولي مي امور كنقول لها كارينيا، عمري شفت شي تشيكا بحالك هكدا ونية، ما كانتش انا وياك كبيبي نديرو نينيا، بنادم جاري معنا فحال تزاد